بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة سلام الإعلامية المباركة، أنا أحمد شريف أحييكم وأرجو أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. هذه الحلقة رقم 91 بعد المئة بحمده تعالى، لا عفوا، رقم 92 بعد المئة. وأحمد الله حمدا كثيرا مباركا طيبا على أن ألتقيكم في شيء ينفعنا في الدنيا والآخرة، إعلاميا ودينيا ودعويا. قبل أن ندخل إلى حلقة اليوم من هذا البرنامج، وهي في العبقريات، وسنتحدث عن عبقرية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسجل آم، صوت تضامن وإدانة لمجموعة أسمر الظلامية، التي أقدمت كعادتها أن تحارب الأمة في لغتها وفي دينها وفي قرآنها كذلك، حيث أقدمت جهارا نهارا لإغلاق مركز تحفيظ القرآن الكريم في مدينة جندع. وقد أصدر العلماء وكذلك المؤسسات العديدة بيانات تنديد بإقدام تلك الزمرة على ما أقدمت عليه، وهي مسألة مش جديدة ولكن دوما تنكأ فينا الجراحات فأقول إن آه، هذا الدين الحنيف هو دين الله، والقرآن كلام الله. و- وإذا كان من يظن أن بقوته وجبروته يمكن أن يعني يسكت الأصوات، أو ينتزع القرآن من قلوب الناس في أي بلد كان، والله أكبر قوة دولية والقوة العظمى. هس المتآمرين على الإسلام كم في هذا الكون العجيب. سدس العالم سدس سكان العالم هم المسلمون. خمسة أسداس هم من الذين، فلنقل إنه ما مع الإسلام، وهم أصحاب الطول والصول، علميا واقتصاديا وكلما دخلوا أوقدوا فتنة أطفاها الله، أوقدوا للحرب، حرب الإسلام نارا أطفاها الله بنوره وبحقه المبين. وما القوة التي تحاول أن تدخل أشياء على الدين الإسلامي، على القرآن الكريم تحديدا. ما هو المستهدف؟ القرآن الكريم، إدخال إسرائيليات وغيرها وغيرها. سبحان الله، لأنه ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الذكر محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من كل الممارسات التي تشهدها إريتريا لتجفيف منابع العلم إفراغ مراكز الدعوة، والمسجد يعتبر مركز للدعوة، وفي نفس الوقت مكان أو مراكز تحفيظ القرآن هي قبلة الدعوة أصلا. على الرغم من كل الممارسات التي تمارس منذ عهد الاستعمار الإثيوبي، أي السلاس والترك وما إلى ذلك، وهذه المجموعة برضو لم يستطيعوا أن ينتزعوا هذا الدين وهذا القرآن من قلوب الناس. فلو كان بأيديهم القدرة على القضاء زمان كان الناس، ولكن هذا هو، إن الدين عند الله الإسلام. فكل ما في الأمر إنه هي فضيحة، ليس إلا أو إضافة للجرائم التي ترتكب بحق فئة من المواطنين، في لغتهم، في عقيدتهم، في مراكزهم. المعاهد كلها أممت، مراكز تحفيظ القرآن الكريم برضو هذا يمكن آخر مركز كان موجود، والبلاد جففت. ولكن رغم ذلك يكفي أنه شوف مسابقة القرآن الكريم التي تتم في واحدة من المدن، سنويا يطلع منها الحفاظ شباب. ولذلك هذا القرآن
ناهيك من العقلاء، حتى أحيانا تسمع في عقول الذين ابتلاهم الله اختل عقلهم، فتجد القرآن الكريم مرتب يعني. لذلك لا تستطيع أن تنتزع هذا القرآن، حتى مش لو قفلت مركز لتحفيظ واحد، مية آلاف المراكز. إن القرآن في صدور المؤمنين. أنا بس أفوت العبارة دي، الإدانة بهذه العبارة. لن يتمكنوا ولن يستطيعوا أن ينتزعوا هذا الدين الحنيف من قلوب الشباب والشابات والأمهات والآباء لبلد شهد هجرتين أوليتين قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، وللصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم آم، التحية والسلام. فلا تستطيع يعني، بل على العكس، كل ما مارست شيء كل ما تشبث الناس. والله أنا أقول لو كان تركوا الناس ما يتدخلوا في أمور، لأنك أنت أصلا لما تتدخل طوال على طول. والله أنا أقولها بشكل صريح يعني، مثل هذه الممارسات كثير من أولئك الشباب الذين كانوا يعني نزوة شباب، سنة عداء يقولوا بالتقرين يعني دائما في نزوات للشباب يعني. فوحدين، حتى أنا لا أبرر نزوات الشباب، لكن شيء يعني في الشباب من لا ينحرف يعني، كشاب مثلا يعني داير يعمل هكذا وهكذا. فلو تركوا الناس ربما كثير من الشباب ما كانوا عادوا إلى رشدهم يعني مبكرين يعني، كانوا شوية يزروا في غوايتهم، ثم بعد أن شوية يتقدموا كان رجعوا. لكن أقول وعن تجربة أنا أقول ممارسات هذه المجموعة خلت الشباب الشوية كان منزوي يوعى، يقول لك ليش يحاربون الناس دي؟ لماذا يحاربوننا فيه؟ ليش قاعد يعمل؟ وعلى طول يدخلون في دين الله أفواج على وجه السرعة. قبل أن يعني أنا لا أبرر الإنسان المؤمن المفروض يكون ملتزم، لكن هكذا هي فترة الشباب يعني. ولذلك قبل أن يعني ما أقول يستمتعوا، لكن يستمروا في غوايتهم رجعوا، لأنه في واحد متربص. فأنا أقول هذه التربصات وهذه العناية هي بتوغز وتنبت مشاعل من الإيمان. يعني هسي الناس في بيوتهم ما حيحفظوا القرآن الكريم. أنا أسأل سؤال بس، حتدخل على البيوت وتقول لهم ياكم القرآن لا وكذا والعياذ بالله؟ ما حتستطيع. كانوا 2000 ولا 3000 ولا 1000 وهكذا كل، لأنه مسألة يعني يعني قريش دي ما حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصحابة الكرام العشرة المبشرين بالجنة؟ هل قضت على الإسلام؟ ما قضت، بالعكس. الخليفة عمر الذي سنتحدث عنه بعد قليل يعني، الممارسات القرشية الجائرة، الدكتاتوريين يعني اللي كانوا موجودين في ترى الأرقم ابن أبي الأرقم والاجتماعات المغلقة التي كانت تعملها أبو لهب وأبو جهل والجماعة الوليد بن المغيرة تلك الممارسات هي اللي خلت ناس عمر رضي الله عنه وآخرين، حتى خالد بن الوليد والله صحابة أجلاء يعني. تلك الممارسات أوقدت في نفس أولئك شعلة من الإيمان، يقول لك ما هذا؟ أنت تحاربه ويسترغون السمع الجماعة الكبار، مجلس الشيوخ والنواب القرشيين يعني، سمعون القرآن وكل واحد يتدس ويسمع، مرات يقابلوا يلاقوا بعض فيقول لا بالله رجاء استرنا معاك، بس أنا كنت داير أسمع محمد ده ماذا يقول. والله إن في حديثه لطلا وهكذا يعني، ويمدحوه وبعدين برا يقولوا إنه كده. هذه الممارسات أوقظت في شباب قريش الإيمان، إلى أن وصل الخليفة عمر يقول أقرأ عليه القرآن كذا، عاملين لنا بيه هناك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. شوف الكلام، شوف الكلام الإلهي الرباني ده كيف طوالي
تراءى أمامه الباطل، وهذا حق. أقول يا أخي محمد ده الأمي الذي لم يقرأ، معقول محمد يقول هذا الكلام من عندياته؟ فوقر الإيمان في قلبه فأعلن إعلان أخطر وأعظم تاريخ إعلاني في التاريخ يعني، بعد إعلان فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وبلغ عشيرتك الأقربين يعني. بعد أمر تبليغ الدعوة الإسلامية، أنا بقول من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آل بيته، بدأ بآل بيته، أنا رسول للعالمين. أنا أقول إنه إعلان عمر بإسلامه كانت هو الإعلان التاريخي رقم اثنين أو ثلاثة تقريبا يعني. هذه رؤية. ولذلك ما الذي دفع الخليفة عمر يقول ويمشي لهم، حتى ولو كان الناس بعض العلماء منهم دكتور غالب السرجاني مثلا، يعني وهو يتحدث عن الخليفة عمر تحدث كثيرا عن العمريات يعني، واستمعت إليه بإسهاب بأمانة يعني. رجل المصري الدكتور الطبيب الجراح، فبيقول إنه حديث الناس مشوا عمر بعد إسلام الخليفة وقال من كده وهكذا ومشى إلى مكة. هذه حتى هو يقول الأحاديث المذكورة عنها يعني في بعض الأحاديث أو الرواة وهكذا يعني شهادتهم ليست كذا، ولكن ممارسة وعملية انه ما في شك انه دخول الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الاسلام كان نصرا على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واسلم عمر بن الخطاب فكان الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. أنا أرجعها، هو الهداية من الله سبحانه وتعالى، لكن وقر الإيمان في قلبه لما كانوا القرشيين الدهاقنة زي جماعتنا الموجودين في أسمرة على رأسهم الحاكم بأمره، ما كانوا يسمحوا للقرشيين يسمحوا لناس بلال رضي الله عنه، الصحابة الأجلاء يعني، بلال وآل ياسر وهذا، ما كانوا يسمحوا لهم يقرأوا القرآن كده، بل كانوا يندسوا كده ويقرأوا بالراحة. حتى الخليفة عمر لما سمع القرآن في بيته يعني قال لها تعالي يعني، الواقع المعروف يعني. وقع الإيمان، وقر الإيمان في قلبي، وقال قولته المشهورة: فأصبح الفاروق الذي أسس لدولة الإسلام 10 سنوات. الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه أسس فيها الدولة الإسلامية على أفضل ما يكون من المدينة المنورة، تطبيقا للهدي النبوي الشريف. لم يخرج الخليفة عمر قيد أنملة مما اختطه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين. فأنا أقول بالعودة إلى الموضوع، إنه كل ما يعني تشيطن أولئك كلما دفع، والله أنا أعرف كلما دفع كثيرا من الشباب ومن الشابات إلى التمسك. الآن الدين في الإسلام الموجود في إريتريا والله ما شاء الله يعني، رغم كل الأشياء. مثل ماذا عزيزي المشاهد؟ الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لأن أولئك هم الخاسرون يعني. السب والنيل من الإسلام خلق موجة عالمية. ما الدين هذا؟ هذا الدين الذي يعني يحارب العالم كله، ده شنو؟ ماذا هذا الدين؟ أنا معلش أنا بتاخذني اللهجة غير الفصحى يعني، فلا تؤاخذوننا. هذا برنامج اللغة العربية ينبغي أن أتقيد به، لكن خذونا لأننا لا نحن لا نتحدث في يومنا مع الحطيئة ولا أبو طيب المتنبي ولا زهير بن أبي سلمى ولا كعب ولا مثلا حسان بن ثابت، الشعراء الفصحاء يعني. نحن نعيش عجمة يعني، وعجمة بين فرنجة وعجمات محليات، ولذلك لساننا شوية لا نتفصح في كتاب في حديث في إعلامنا إلا عندما نكتب. لما نكتب بغير التجرينية والتجريت يعني، عندما أكتب أنا بالعربي بكتب كلام فصيح يعني، أتعرب أتفصح يعني. لكن عندما نطلق لساننا كده فتأتي العجمة من هنا، وتأتي اللهجات المحليات، سودانية على يمنية هكذا يعني.
فلا تؤاخذوننا أيها الأحباب الكرام. فأقول إنه آه أيوة نعم، الذين بدأوا الهجوم على الإسلام كان هجومهم فتوحات للإسلام. كثير من الناس دخلوا إلى الإسلام، قال لك لماذا يحارب هذا الدين؟ هذا الدين لماذا يحارب؟ بدأوا يقرأوا عن الإسلام وعن الرسالة وعن محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقالوا هذا دين الحق، فينشروه من حيث لا يحتسبون. أنا أقول نفس الشيء في إريتريا اليوم. يقفلوا الخلاوي، قفلوا المعاهد، قفلوا المدارس. الجالية العربية دي كانت مدرسة عربية تم تأميمها، مدرسة الأمل العربية. فهل قضوا على اللغة العربية؟ وأنا أقصد من هذا البرنامج مع اللغة العربية أو الحلقة 192، ولن أترك هذا البرنامج لأنه رسالتنا هي إلى الداخل. نحن نتحدث بهذا اللسان العربي المبين لنوصل الرسائل. مدرسة جامعة الجالية العربية بعد أن أممتها، هل انتهى اللسان العربي؟ لم ينتهي. بتكفير المعاهد، هل انتهت رسالة المعاهد؟ لم تنتهي. بتجفيف مراكز تحفيظ القرآن، القرآن ده إنما هو في صدور المؤمنين والعالمين ذاته. هل سينتهي؟ ما حينتهي، ولكن بتبقى فتوحات ويأخذون هم زي ما يقال يعني وش القباحة، يعني ليس إلا يعني. وإلا هذا الدين بالممارسات الموجودة يعني كان زمان دخلنا في زمن الزمن القديم ذاك اللي ناس كانت مضطرة تعمل فيه أشياء وأشياء يعني. فأنا أقول الذين يعني، والخطابات قرأناها كلها، أنا أتضامن معها تماما وأضم صوتي إليها، لكن أقول لهم لا تقلقوا، ففي ذلك فتح وبيان. وسيتشبث الناس بالقرآن وبهذا الدين وبهذه اللغة. أصلا الهدف منه هو إضاعة هذه اللغة، واللغة دي موجودة ولن تضيع. ولذلك عزيزي المشاهد، أنا أدخل الآن إلى العبقرية العمرية. أنا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني والله بخدت بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني. صحيح هو الخليفة الثاني، أبو بكر طبعا بن الخطاب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صلى الله أن يجمعنا بهم. لكن عمر هذا عنده مكانة خاصة آه في كل شيء. فخلونا ندخل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول العقاد في الصفحة، لماذا لم يعنون الصفحة؟ عندي لم تظهر لي في الفصل الأول. عبقري، هكذا معنون العقاد عباس محمود العقاد. جاب كلام مقتبس: لم أرى عبقريا يفري فريه. لم أرى عبقريا يفري فريه. في الشرح لما نقول في العربية فرى الجلد، قطعه ليصلحه. وفرى الفري أتى بالعجب. والمعنى أن عمر عبقري منفرد في عمله، فلا يقدر أحد على أن يصنع مثل صنيعه. العبقري هو الذي يأتي بشيء كما يشرحون العقاد متفرد. يعني الأمة قد يكون في عبقري واحد لا يأتي بمثله شيء من غير الأنبياء. الأنبياء طبعا صفوة الخلق ومعصومين من الخطأ. فأن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والكلام ده مقتبس ومأخوذ من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفرى، لما تقول فرى يعني أحيانا قطع وأباد. الشاعر العربي فراج الطيب يقول: والشعر عندي حسام لو ضربت به أعناق هذه الجبال الشامخات فرى. يعني قال الشعر عندي وليس محض هراء أو هوى لفتى،
يظل يعبد الأحداق والحوارى. يقول الشعر عند فراج: حسام سيف، لو ضربت بهذا الشعر أعناق هذه الجبال، أعناق الجبال الفوق، وأعناق فوق مش تحت، ممكن تضرب أنت تحت، وليس جبلا واحدا، أعناق هذه الجبال، وليست جبلا عادين الشامخات، يعني جبال شامخات، بشعره المرتكز والمكتنز إيمانا ودينا وخلقا. لو ضربت بهذا الشعر أعناق هذه الجبال الشامخات، ماذا يفعل فيهن ذلك الشعر؟ لفراهن فريا، يعني قطع الجبال. انظر إلى قوة الشعر ده كيف. وحقيقة كعب بن زهير وحسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء الذين نصروا الإسلام كان شعرهم كفرية ذلك، كفرى ذلك الشاعر العربي الذي قال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت: أضربهم، فيما معنى الحديث يعني، فإن وقع شعرك عليهم أعظم من وقع السيوف على أجسامهم، فيما معنى الحديث. أهجوهم، أضربهم، راجمات، صواريخ. إيش تكون صواريخ هذه الدنيا؟ الشعر عزيز المشاهد، نحن في زمن شوية قل فيه فرق الشعر وقوة الشعر يعني. زمانك لما يولد شاعر في قبيلة، القبيلة تحتفي به لأنه هذا هو وزير إعلام، هو المتحدث باسم القبيلة، المتحدث الرسمي، يدافع عن شرف القبيلة وعن عاداته وتقاليده وقيمه وحضارته ووجوده، ويهجو أعداءه ويضربهم ضرب غرائب الإبل، ما يترك فيهم شيئا. ولذلك يعني هذا مع الفرى يعني. فيقول العقاد: لم أرى عبقريا يفري فريه، كلمة قالها النبي عليه السلام في عمر رضي الله عنه. هذا الكلام مقتبس من حديث المصطفى، وهي كلمة لا يقولها إلا عظيم عظماء خلق لسياسة الأمم وقيادة الرجال. فمن علامات العظمة التي تحيي موات الأمم أن تختص بقدرتين لا تعهدان في غيرها. أولهما أو أولاهما أن تبتعث كوامن الحياة ودوافع العمل في الأمة بأسرها وفي رجالها الصالحين لخدمتها. الأولى أن تبتعث كوامن الحياة، والأخرى أن تنقذ ببصيرتها إلى أعماق النفوس، فتعرف في البديهة الصائبة والوحي الصادق فيما تكون عظمة العظيم، ولأي المواقف يصلح وبأي الأعمال يطلع، ومتى يحين أوانه وتجب ندبته، ومتى ينبغي التريث في أمره إلى حين. ندبته اسم من ندبه لأمر أي دعاه. تقول يعني حتى تقول مندوب كذا كذا، يعني هو يمثل وقد يقوم بدعوة وما إلى ذلك، وتستخدم كلمة مندوب الحكومة إذا هكذا. عموما كلتا القدرتين اللي هي بعث كوامن الحياة وتنفيذ البصيرة إلى أعماق النفس كان لهما الحظ الوافر في سيرة عمر بن الخطاب. فأين لولا الدعوة المحمدية التي بعثت كوامن العظمة في أمة العرب كنا نسمع بابن الخطاب. حقيقة يعني ابن الخطاب لو لم يدخل الإسلام مثله مثل أي أعرابي يعني، يأكل ويشرب وممكن يسلب ويعطي وهكذا. وخليفة عمر رضي الله عنه في مواضع كثيرة يطابق قوله القرآن الكريم، بل يعني يطلب. يعني حنرى في السيرة العطرة هذه قوة وإيمان وعزيمة
وبصيرة. أرأيتم قائدا واحدا يفتح خمسة ستة جبهات في آن واحد؟ والأمة الإسلامية، اعذروني أنا سأخرج وأتحدث شيئا وأنا أقرأ يعني، لم آتي لأقرأ طوالي كده، لكن نعلق مما وعينا وفهمنا يعني. لم تشفى الأمة الإسلامية من مشكلة الردة، حرب الردة التي شمر عن ساعدها الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحلف بالله لو والله قال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدون إلى المصطفى لحاربتهم عليه. حتى الخليفة عمر، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، نترك الناس دين؟ هذه الحتة كيف سأعالجها؟ العباس سأراها يعني، عباس العقاد يعني. فهنا أبو بكر الصديق قال له: معقول يا عمر؟ أشديد في الجاهلية وخواف في الإناء؟ معقول نخلي المرتدين هذين؟ وتخيل عزيز المشاهد، المرتدين ده لو لم يحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما المدينة دي العرب دي الجزيرة العربية كلها أكفرت، كفرت والعياذ بالله. بس مع وفاة النبي عادوا إلى عهدهم، إلى سيرتهم الأولى، ولم يبق في إسلام إلا ثلاث مناطق: مكة والمدينة والطائف بس. بقية دي كلها أعراب رجعوا يعني. والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. ومن الأعراب، القرآن الكريم كثير يعني فيه هناك. فوقفة الخليفة الأول بذرة إثبات الدعوة الإسلامية ودولة الإسلام، وبنى عليها الخليفة عمر. في آن واحد فتح أربع جبهات: الفرس والروم، فتح العراق والشام ومصر. يحرك جيشا بقيادة كذا، وجيشا من هنا، وجيشا منه، وهكذا يعني. شوف العبقرية بتاعت هذا الرجل، ويؤسس للدولة الحديثة المعاصرة فيها كل الحقوق يعني. وفي نفس الوقت برضه عايش متواضع جدا. خليفة عمر شيء مختلف. وفي الحديث النبوي الشريف يعني: لو كان نبي بعدي لكان عمر. شوف الصحابة دين العشرة المبشرين بالجنة، بالذات الأربعة الخلفاء الراشدين، كلهم لهم مكانتهم. واحد يعني رجل كان، لو في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأين لولا الدعوة المحمدية التي بعثت كوامن العظمة في أمة العرب كنا نسمع بن الخطاب؟ وأي موضع له كان من مواضع هذا التاريخ العالم الذي يزخر بكبار الأسماء؟ إنه الآن اسم يقترن بدولة الإسلام ودولة الفرس ودولة الروم، وكل دولة لها نصيب في التاريخ. فأين كنا نسمع باسم عمر لولا البعثة المحمدية؟ كلام منطقي وحقيقي يعني. وبالمناسبة يعني، الدولة التي كان يقودها الخليفة عمر ويحرك لها الجيوش هي كل يعني، هذه جامعة الدول العربية التي كنا فيها، وإن شاء الله نقبل إليها يعني لو أمد الله في الآجال يعني. نقول الجامعة التي كنا فيها والتي عدنا إليها يعني 23 دولة. أنا إريتريا دي بدخلها واحدة من هنا. يعني تخيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأمة العربية دي كلها بالإضافة إلى الفرس والروم، العالم ده كله يقود أعرابي دخل إلى الإسلام وعاش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورجل عادي جدا، لا عنده دبابات ولا صواريخ ولا طائرات الطائرات العجيبة دي، ولا عنده الحرس الثوري، ولا عنده يعني البودي جارد المدجج وبتاع والقصور والحصون وما إلى ذلك. حتى لما جاءوا راعي صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. أين الخليفة؟ قال لهم، قال الخليفة هداك راقد تحت الشجرة دي، نايم تحت الشجرة، وهو الذي يدير دولة الإسلام.
بكل وبداية وتتخلق لسه يعني. وهناك المنافقين والمرد يعني والقاسية قلوبهم، وحدث ولا حرج، وهناك الفرس والروم ويتربصون. يا أخي فتح مصر ده حنقرأ التاريخ يعني. معارك استمرت شهور، ما قادرين يدخلوا حصن بابليون، وهكذا. ويمدهم والمعلومة تجي. هذا الرجل كان يحكم ببصيرته. الآن رسالة من أستراليا أنا هنا ممكن أرسلها لآخر الدنيا في رمشة عين، في لحظات، في ثواني يعني. الرسالة التي تعكس الوضع، لحد ما بعد ما أن تكتب من، أقول من الشام مثلا، سيبك من مصر البعيدة، من الشام لحد ما تصل الخليفة عمر تاخذ شهر شهرين، ويطلع عليه ويتخذ القرار. لو كانت المسائل بالأوراق كما هو معروف عندنا اليوم، بالأوراق والتحليلات والخبراء العسكريين يقعدوا بتاع، هذا كان خبير، 100 خبير في رأس رجل واحد يعني. عسكري، اقتصادي، شؤون اجتماعية، مسائل أمنية. والله لما نقرأ عبقرية عمر في المسائل الأمنية والشرطية يكفيه فخر أنه أسس الأمن. هذا وزارة الداخلية مؤسسة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو كانت المسائل بالأوراق وكده بتاع، ما كان اتخذ القرار في آن واحد، لكنه كان يحكم ببصيرته، بفطنته وعقله. ورجل ذكي، والعربي ذكي بالمناسبة، ببصيرته، بنوره، نور الإيمان، يتخذ قرار وتلقاه القرار صايب. يعزل خليفة، يعزل قائد وزارة الدفاع الإسلامية خالد بن الوليد، يعزله ويكون، يديها الإمارة لواحد. هذه بصيرة، ليست حسابات بتاع التكتيك وفلان ده وما عارف الدفاع الأمامي والجبهة الفلانية واستراتيجيات ما دي بصيرة بتاع الدين، بتاعت إيمان يعني. بصير ربنا كان يهديهم يعني. لا، الناس دي لسه عايشين على عهد النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى. دي السنة الثالثة من انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو السنة السابعة شيء من ذلك يعني. أطول فترة حكم فيها من الخلفاء الراشدين والخليفة عمر بن الخطاب 10 سنين بالكمال، وكلها كانت فتوحات، فتوحات وترسيخ وتأسيس لدولة معاصرة، دولة متعافية. فكان يحكم ببصيرته، يعزل هذا ويرشح ذاك ويتابع هذا ويحنو على تلك، وبرضه عايش يعني أيامه العادية، بيفهم في طرف وفي أشياء. سنرى في عبقرية هذا الصحابي الجليل الخليفة الثاني. فكان يحكم بالبصيرة. لقد كان ولا ريب خليقا أن يستوي على مكان الزعامة بين بني عدي آله الأقربين، أو بني قريش، أو بين قريش قبيلته الكبرى، ثم ينتهي شأنه هناك كما انتهى شأن زعماء آخرين لم نسمع لهم بخبر لو لم يدخل في الإسلام، لأنهم عظموا أو لم يعظموا، يعطون البيئة كفاءة ما تطلب من جهد ودراية، وهي تطلب منهم ما يذكرون به في بيئتهم: شعرا، فروسة، حتى صعلقة يعني. الصعاليق دي ما تاريخهم برضو موجود، ولكنها لا تطلب منهم ما يذكرون به في أقطار العالم البعيد حقيقة يعني. ولولا الشعر العربي ما كان عرفنا ناس كثار يعني. بس الشعر العربي والثقلين، الحطيئة والثقلين لتأبط شرا، والثقلين آه مجموعات. بس الشعر والثقم شوية، ولو من لم يكن ذلك ما كان لهم شأن ولا تاريخ. لكن الذين دخلوا في دين الله أفواجا، الإسلام الآن شاء غير المسلمين أو لم يشاءوا، شاء الكفر أو لم يشأ، والله
يقرؤون تاريخ أولئك العظماء، يقرؤون استراتيجية ورؤية خالد بن الوليد العسكرية. كيف كان هذا الرجل يعني؟ يقرؤوها في كبريات الكليات الحربية في كل الدنيا، أبداها من أمريكا إلى آخر. أما سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد أعظم الرجال، فسيرته تقرأ وتدرس. نحن نتكلم الآن مثلا لو أخذنا الجانب العسكري، فخالد بن الوليد نظريات بطولاته تدرس. هو الذي في النهاية ما في مكان في جسمه إلا في طعنة رمح أو ضربة سيف، وأنا أموت كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. حتى الكرار رضي الله عنه وأرضاه بطولته من شبابه، هذه برضو بطولة. لماذا تدرس الآن؟ لأنهم أقاموا دولة لم يستطع العالم أن يهدم هذه الدولة، شرق وغرب وشمال وكل متآمر، وتسير قافلة الدين والإسلام. لولا الإسلام، حتى بطولة علي بن أبي طالب، لكن رسخ الإسلام وغرس أن تصبح كما قال العقاد ما يذكرون به في أقطار العالم البعيد. وقد كان عمر قوي النفس بالغا في القوة النفسية، ولكنه على قوته البالغة لم يكن من أصحاب الطمع والاقتحام، ولم يكن ممن يندفعون إلى الغلبة والتوسع في الجاه والسلطان بغير دافع يحفزه إليه وهو كاره. يا أخي هو داخل القدس، كيف دخل القدس ويستلم مفتاح الأقصى المبارك؟ لأنه كان مفطورا على العدل وإعطاء الحقوق والتزام الحرمات ما التزمها الناس من حوله. وكان من الجائز أن يهيجه خطر على قبيلته أو على الحجاز وما حارمه المقدسة في الجاهلية، فينبري لدفعه ويبلي في ذلك بلاء يتسامع به العرب في جيله وبعد جيله، ولكنه لا يعدو ذلك النطاق، وهو لا يبالي أن يمعن في بلائه حتى يدعوه. بل كان من الجائز هذا غير هذا وعلى نقيضه. كان من الجائز أن تفسد تلك القوة بمعاقرة الخمر والانصراف إليها، وهو الذي قال: اللهم أنزل علينا شيئا أفصل لنا في مسألة الخمر. بل كان من الذين حرموها قبل أن تحرم ذاتها، فإنه كان في الجاهلية كما قال: صاحب خمر يشربها ويحبها. كان هكذا الدنيا يعني. وهي موبقة، موبقة بمعنى مهلكة. حتى الناس لما يخرجوا من دينهم إلى دين أبق فلان كان يقول الآبق. يقول: لا تؤمن حتى على الأقوياء إذا أدمنوها، ولم يجدوا من زواجر الدين أو الحوادث ما يصرفهم عنها ويكفهم عن الإفراط في معاطاتها. فعمر بن الخطاب عرفه تاريخ العالم ولد الدعوة المحمدية دون سواها بما عرف، وبغيرها لم يكن ليعرف في غير الحجاز أو الجزيرة العربية. أما القدرة الأخرى التي يمتاز بها العظيم الذي خلق لتوجيه العظماء، فقد أبان عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل علاقة بينه وبين عمر، من اللحظة الأولى، أي من اللحظة التي سأل الله فيها أن يعز به الإسلام، إلى اللحظة التي ندب فيها أبا بكر للصلاة بالناس وهو عليه السلام في مرض الوفاة. تلك مكانة يعرفها جيدا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، هذا وحي إلهي.
أمر أن يقول: سلوا أبا بكر ليؤم الناس، أو ادعوا أبا بكر. صبر غوره واستكنه عظمته وعرفه في أصلح مواقفه، فعرف الموقف الذي يتقدم فيه على غيره، والموقف الذي هو أولى بتقديمه غيره عليه. حكمة يعلمها المولى وعلمها المصطفى صلى الله عليه وسلم من تقديم الخليفة الأول. وليست هذه مفاضلة بين رجلين ولا موازنة بين قدرتين، ولكنها مسألة التوفيق بين الرجل والموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه، والمهمة التي ينبغي أن يندب لها، والوقت الذي يحين فيه أوانه. وربما رأينا في زماننا هذا رئيسا يوصي لنصير من أنصاره بالوزارة، ويوصي لغيره بقيادة الجيش، فلا نقول إنه يفاضل بين النصيرين أو إنه يرجح أحدهما على الآخر في ميزان الكفاءة، وإنما يختار كل منهما لموضعه في الوقت الذي يحتاج إليه، ولا غضاضة على أحد منهما في هذا الاختيار. فكيف يكون الأمر عند النبي المعصوم الذي يأتيه الوحي؟ ولذلك العظماء 100 وأولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما موثق في كل الكتب يعني. فالنبي عليه السلام كان يعلم من هو أبو بكر الصديق ومن هو عمر بن الخطاب، وقد عادل بينهما أجل معادلة حين قال: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر مثل نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك كمثل موسى، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شوف شوف الفطنة النبوية. كان النبي عليه السلام يعلم كما قال أن عمر أشد المسلمين في الله، الله أكبر، ويعلم أن في أبي بكر لينا وهوادة. لكن شوف قوته حين ارتد المرتدون وخرجت الجزيرة العربية من حظيرة الإسلام فأعادهم. تلك قوة حتى هذا القوي عمر بن الخطاب تنكرها أو استعجبها يعني، لكن لم يقف ضدها لأنه مأمور أن يطيع أمير المؤمنين. ما هم تربية النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس؟ هؤلاء مربون في الحضرة النبوية. معليش أنا هذا الزوم ده مرات يطلع علينا أشياء، فاليد المرفوعة كانت سلاما عليكم فاسمعوها طايعين يعني. بارك الله فيكم. كان النبي عليه السلام يعلم كما قال أن عمر أشد المسلمين في الله، ويعلم أن في أبي بكر لينا وهوادة، فجمع للإسلام الميزتين حين اختار أبا بكر للصلاة. وضمن هذا الاختيار معنى، أي ضمن هذا الاختيار معنى من معاني الاستخلاف، أو كما جاء في بعض الروايات أنه نص على استخلاف أبي بكر بالقول الصريح:
فتعزيز الإسلام بعد نبيه كان في حاجة إلى كثير من الهوادة والمجاوزة، لكن لا يقبل تلك الردة العجيبة يعني. وكان كذلك في حاجة إلى كثير من الشدة والصرامة، ولن تذهب شدة عمر إذا احتاج إليها أبو بكر في محنة يشتد فيها الليل الوديع. إنما الخوف أن يذهب لين أبي بكر إذا اشتد عمر، ولا خوف من أن يلين عمر وأبو بكر شديد. شوف الكلام منطقي يعني. فإن الموقف إذا استنفد حجج الرحمة حتى يلجأ فيه أبو بكر إلى البأس ويصر عليه، فأقرب شيء أن يعدل عمر عن لينه وأن يتوب إلى المعهود من صرامته ولدده. اللدد شدة الخصومة. وكان النبي عليه السلام يعلم أن احتمال التبعة أو المسؤولية خليق أن يبدل أطوار النفوس في بعض المواقف والأزمات، فيجنح اللين إلى الشدة، ويجنح الشديد إلى اللين. لأننا إذا قلنا أن رئيسا أصبح يشعر بالمسؤولية، معنى ذلك أنه أصبح يراجع رأيه، فلا يستسلم لأول عارض يمليه عليه طبعه، ولا يقنع باللين أول وهلة إذا كان من دأبه اللين، ولا بالشدة أول وهلة إذا كان من دأبه الشدة. ومن هنا ينشأ الاختلاف بين موقف الرجل وهو مسؤول وموقفه وهو غير مسؤول. فيلسوف ومفكر فعلا العقاد. وهذا الذي ظهر أعجب ظهور في موقفي الصحابيين من حرب الردة. شرت إلى لكن أقرأها. فإن عمر الشديد قد آثر الهوادة، وأبا بكر الرقيق قد آثر القتال وأصر عليه. وكان عمر يقول إن رسول الله كان يقاتل العرب بالوحي والملائكة يمده الله بهم، وقد انقطع ذلك اليوم. ثم يقول للخليفة الزم بيتك ومسجدك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب. برضو حكمة بالغة، لأنه في موقع غير موقع أبي بكر الصديق. ولو كان أبو بكر في محل عمر، لو كان عمر في محل أبي بكر، مؤكد كان سيأخذ ذلك القرار، لأنهم خريجي مدرسة النبوة. دي أول دفعة في الدين في الإسلام. الدفعة الأولى طبعا دائما الدفعة الأولى بتكون نحن مش نخبر في الرعيل الأول نعطيهم تلك البطولات. الرعيل الأول كذا، الرعيل الأول كذا في كفاحنا المسلح. هذه الرعيل الأول الدفعة الأولى في جامعة الدين جامعة الإسلام. فكيف لا يكون لو تبادلوا الأدوار هي يعني. وكان أبو بكر سيكون ذلك اللين، كان سيكون برضو أكثر لينا. أو إذا أخذ الموقف أبو بكر وعمر بالمحاربة نفس الموقف الذي أخذه أبو بكر، فأبو بكر كان سيكون العكس. وكل ذلك خدم الإسلام. تخيل لو كان الطرفين مثلا، والضد يظهر حسنه الضد، لو كان الطرفان الخليفتان في رأي واحد قتال على طول بس، وفي النهاية قتل لكن برأي وحكمة يعني. أو كمان تركهم هم وشانهم، فمن أراد فليؤمن ومن شاء فليكفر. كانت تقتضي آنئذ أن ترسخ لدولة الإسلام حتى لا تتضاضع الدولة التي فداها المصطفى بآله وبيته ودعوته إلى الله. والصحابة رضوان الله عليهم استجابوا لأمر الله من قبل ومن بعد. وهذا دين ينبغي يعني ثمنه الجنة يعني، مش شهادات دولية وجائزة نوبل وبتاع. ده شهادة الجنة يعني، والجنة فيها النعيم المقيم يعني. فلذلك هذه الدفعة الأولى
وكان أبو بكر يقول متسائلا: أإن كثر أعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان منكم هذا المركب؟ تخيل بالله الخليفة أبو بكر، ذلك الهين واللين. انظر إلى القوة التي نفخها الله ونفحها به في هذا الموقف العصيب. أإن كثر أعداؤكم وقل عددكم. أعداؤهم كثروا لأن الأعراب دول كلهم خرجوا من الدين، طوالي رموا الجنسية الإسلامية. طوالي كل واحد فيهم دار يمشي للات والعزى ومناة والثالثة الأخرى وهبل والمجموعات الشركية البغيضة دي. فقال لهم: أئن كثر أعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان منكم هذا المركب. والشيطان طبعا، الشيطان يغوي البشر يعني، عدو لكم. والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. قوله الحق ووعده الصدق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم اليوم مما تصفون. الخليفة وقف فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق عفوا. والله أيها الناس، لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه واستعنت عليهم بالله وهو خير معين. هنالك يقول العقاد: بلغت التبصرة بوجوه الرأي المختلفات غاية مداها، وجاء عمر بقصارى ما عنده من حجج الرأي الآخر حتى وضحت المناهج واستقر العزم والتقى الصحابيان عليه، فكانت شدتهما في الحق شدتين مش واحدة. تخيل شدة أبي بكر الهين اللين قرنت بها شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تصبح دي مش القبة الفولاذية والصواريخ ما عارف اليورانيوم ماذا تكون هذه؟ إيمان الذي يزهق الباطل ويدمغه فإذا هو زاهق. وهذه هي الأسلحة الإيمانية القوية التي خرجت من مصنع النبوة. هؤلاء هم صناع، ده الخبراء عسكريين يعني، ودعاة مؤمنين. وقامت هذه القوة المدعومة بأسلحة الإيمان والإسلام، وعلى طول وهب الأمر مع هذا قد اختلف في موقف الصحابيين. هب يعني نتخيل، يقول العقاد: وهب الأمر مع هذا قد اختلف في موقف الصاحبين، فمال أبو بكر إلى السلم والمسامحة، فأين كانت شدة عمر ذاهبة عنه في هذه الحالة؟ أغلب الظن أنه هو الذي كان يتولى يومئذ أن يبسط وجه الشدة في معاملة المرتدين. أشرت إلى ذلك لأنه يعلم أنه المسؤول عن بسط هذا الوجه دون غيره، فلا تفوت الإسلام مزية من مزايا الصاحبين. إن محمدا عليه السلام قد عرف من هم رجاله وما هو الموقف الذي هم مقبلون عليه بعد وفاته، فعرف الموضع الذي يضع فيه كل منهم والعمل الذي يتولاه خير ولاية في هذا الموضع، ولا يفته أن يحسب حساب التبعة وما
في احتماله من ضمان للأخلاق الصالحة والعقول الراجحة. وأبو بكر وعمر من خيرة أصحاب هذه الأخلاق وهذه العقول. ولا يحسبن حاسب أننا نفسر الأمور بما كشفته لنا الحوادث بعد وقوعها، ولم يكن مقصودا في النيات قبل ذلك، فإن الذي يحسب هذا الحسبان يخطئ تلك الخطأة الشائعة التي لا تثبت على أقل نصيب من الروية والمراجعة. يخطئ في وهمه خطأة الذين يتخيلون أن هذه السياسة العالية من بدع الزمن الأخير، وليست هي من البدع في زمن كان، لأن العظمة لم تكن قط وقفا على العصر الحديث، ولا سيما العظمة التي ترجع إلى الفطرة القويمة والبديهة النافذة والنظر السديد. فكل هذا التقدير الذي أجملنا شرحه كان تقدير قصد وتدبير، وكان مفهوما على البداهة بين ولاة الأمر في تلك الآونة، ملحوظا بينهم في مناجاة النيات، قبل أن نلحظه نحن في عصرنا هذا من تفسير حوادث التاريخ. أحسب أنني مفروض علي ولزاما علي أن أتوقف في هذه الصفحة، وهي رقم 15 من عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من تأليف وتوثيق المفكر الإسلامي الشاعر الصحفي الفيلسوف عباس محمود العقاد رحمه الله وأكرم مثواه. والله من أعظم الكتب التي كتبت عن الصحابة الكرام. واحدة من الأشياء الثمينة التي يعني كلما قرأتها وجدت فيها شيئا جديدا، لأنه العقاد رحمة الله عليه. أيها الأحباب الكرام، سأتوقف هنا، وسنتشرف ونتعطر بهذه السيرة العطرة في عبقريات الخليفة الأول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وارض اللهم عن صحابتك الكرام الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الصحابة أجمعين والعشر المبشرين بالجنة، وعلى كل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، وثبت الإيمان في قلوبنا وفي بلادنا، وافتح للمؤمنين أينما كانوا وحيثما كانوا فتح خير ورحمة وقوة وسند وعزيمة لا تلين، لأنك أنت القوي وأنت القادر وأنت القاهر، ولا يعجزك شيء. اللهم أرنا في الظالمين عدلك وغصاصك المستقيم وعدلك المبين. تحياتي محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة. أشكر عناية الإخوة الزملاء في المونتاج والإخراج الذين يعملون ويسهرون أن يخرجوا لكم هذه الحلقة وغيرها من البرامج بالثوب الذي يليق بمقاماتكم السامية. أسأل الله لكم الستر في الدارين، وأن يثيبكم وإيانا وإياهم المخرجون والمنتجون ثواب ما تعملونه لأجله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن لا أنسى أن أقول الآية المباركة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وقال الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتنا وإلى اللقاء.